القائمة السوداء لكهنوت التيك توك، قتال قتلة وملحد ومسيحي وتاجر مخدرات، شيوخ بالعمة والدقون بالنهار وبالليل فيديوهات، رقص وتحديات ولايفات. الصندوق الأسود لأسوأ كهنوت التيك توك، كبس وابعت أسد علشان تدخل الجنة، فتاوي تحاليل وتحريم بعيدة عن الشرع على هوى الفانز، ولايفات وهدايا نسترزق من وراها وكله بما يرضي الله، شيوخ فيك وازدراء أديان وإساءة للأنبياء ودعوات للفسق والفجور وبدع وخرافات. والهدف من ده كله ارفع المشاهدة ولم فلوس. شيوخ التيك توك زبانية جهنم. زمان كان في شيوخ الكاسيت والتلفزيون وكانوا بيحرموا الانترنت ويقولوا عليه ده بيخرب البيوت، وكان مشاهير الشيوخ معدودين على الأصابع، منهم تشوفه في القناة الأولى في خطبة الجمعة أو في كاسة الميكروباص. ولما انتشر القنوات الفضائية ظهر الدعاة الشباب، وكل واحد بقى له برنامج، بس ما حدش فيهم خرج عن المألوف. والأزهر الشريف كان بيحاول يستوعب التطور العصري والكل كان تحت الرقابة. ولما أصبحنا في عصر السوشيال ميديا الموضوع خرج عن السيطرة، ومن دعاة الفيسبوك لشيوخ تيك توك اتشوهت صورة رجل الدين واختلط الحابل بالنابل، وبقى كل من لبس عمامة يتقال له يا شيخ حتى لو مسيحي. الداعية لوشا خاطف الأطفال وقاتل، أما بقى الشيخ لوشا فهو أكتر مثال مسيء لتقليد الشيوخ. الراجل ده بدأ كبلطجي على التيك توك، فيديوهات عنف وسب وضرب وحركات مسيئة، وفجأة قلب شيخ بجلابية بيضة، مرة يطلع يفتن الناس ومرة يمثل دور الناصح لأهل الحارة، وفيديوهات تعلم الصلاة مع الشيخ لوشا وتعلم الوضوء مع الشيخ لوشا، ومرة يعمل فيديوهات سخرية من الدين نفسه. ناس قالت ده تاب، وناس تانية كشفت إنه لسه بيعيد نشر فيديوهاته القديمة وإنه بيلعب على الحبلين. وكان فيديو اللوشا ظهر فيه بيقرأ القرآن غلط وبيقول بعض آياته باللهجة العامية، وده كان سبب في هجوم كبير عليه لدرجة خروج دار الإفتاء عن صمتها للتحذير من محتوى لوشا. والدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء صرح بنفسه إن فيديوهات البلوجرز ما تختلفش عن المحتوى اللي بيقدمه بياعين المخدرات، الاتنين إدمان، وإن أرقام المشاهدات والتعليقات والتفاعلات مدمرة للعقل والنفس والصحة. حافظوا على أولادكم من المحتوى الهزلي حتى لو كان تحت مسمى الترفيه. لكن للأسف كل شوية الموضوع يخرج عن السيطرة، لما شيخ تاني اسمه محمود حسنات قرر يعتزل التيك توك ونصح الناس تعتزله، وده بسبب إنه في يوم طلع لايف على التيك توك وكان في تيك توكر اسمه عبسي وطلب منه يدخل معاه تحدي لايفات، وبناء على طلبات من فانز الشيخ حسنات وافق وطلع لايف مع عبسي، فاستغل الفرصة وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل البيت، وسخر من حديث الشيخ وضحك على كلامه عن الصلاة ضحك هستيري. وكل متابعين عبسي كانوا متفقين معاه على إهانة الدين الإسلامي وإهانة الرسول، وطبعا الشيخ ما فهمش الهدف من اللايف اللي هو الإساءة، وحصد مشاهدات وهدايا للي بيشجعوا لإهانة الديانة والأنبياء. حسبنا الله ونعم الوكيل. ظهور الشيوخ على التيك توك كان له عواقب أسوأ بكتير منها في فيديو لشيخ وزوجته بيرقصوا على أغاني شعبية، واللي كان ترند على التيك توك لفترة طويلة جدا. والحقيقة كانت إن الشخص ده لا هو شيخ ولا دي زوجته ولا هي منتقبة. وكمان الشيخ المزيف كان بيعمل فيديوهات لتفسير القرآن والأحاديث النبوية، وكان فعلا مش عارف ينطق أي آية صح، ومنها تفسيرات غلط لآيات من سورة فصلت. والمفاجأة كانت إن الخضري أصلا مش مسلم واتقال عنه إنه ملحد، وناس تانية قالت إنه مسيحي بعد ظهور صورة له بالصليب. والمفاجأة إن الخضري رجل أعمال وله أكتر من 10 حسابات على التيك توك، منها حسابات عليها مقاطع فيديو للرقص والرياضة، وكمان له حسابات على مواقع ثقافية، وهو عضو في أكتر من مؤسسة. ولو فهمنا حاجة من ده فنفهم إن هي حرب على الدين مش أكتر. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.